السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم فرحانه بزاف انني نشارك معكم هذا الفيديو حيت فيها نفتح لكم قلبي ونعاود لكم قصه على حياتي الشخصيه اللي فريمون بدلت بزاف في حياتي. وبما انكم دخلتوا لهذا الفيديو باش تفرجوا فيها الا عندكم اسبابكم الشخصيه نتوما اللي كتخليكم تسالوا ديما علاش حياتي واقفه، علاش حتى حاجه ما كتيسر لي، الا حطيت فيها يدي ما كتمشيش. وهنا غنعاود لكم السر فين كاين والحقيقه اللي اكتشفت من خلال القصه ديالي ان شاء الله. في هذا الفيديو غنشارك معكم مجموعه من المعلومات والاحداث اللي وقعوا في حياتي اللي الاغلبيه حتى من عائلتي ما عارفينهمش، ولكن قررت انني نفتح لكم قلبي ونقول لكم هذا الشيء لا فقط انني نعاود وندوز مرور الكرام، وانما باش انكم تعتبروا منه وتستافدوا منه وانتم تطبقوا داك النصائح وتختصروا عليكم الوقت والجهد وبزاف د الحاجات اخرين. انا ما جيتش نقول لكم كاينه وصفه سحريه ولا خصك دير واحد الحاجه بواحد الاعداد في واحد الوقت في واحد الزمن في واحد المكان، داكشي كله ما كاينش. سبحان الله العظيم، راه بحال واحد القصه اللي كنت حتى سمعتها كيقول لك الانسان كيبغي يقلب على السعاده وكيبقى يقلب في المستحيلات ويحاول يكتشف شي حوايج اللي ما كاينينش ويبحث ويهاجر ويبغي يقلب على داك السر الدفين اللي مازال ما لقاش بحال شي كنز، وهي السعاده غير في الداخل ديالو وفي شي حاجه بين يديه. وهذه هي الحقيقه وهذا هو السر اللي جيت نطلعكم عليه. بعض المرات كنقلبوا على الحل في شي حوايج وكنمشيو بعيد، هو غير بين يدينا سبحان الله العظيم. وهذا الشيء اللي وقع معايا انا بالضبط. انا القصه ديالي غتبدا من بعد ما خديت الباك وكنت من المتميزين في الدراسه ديالي الحمد لله. النتائج ديالي كانت فريمون مزيانه وكنت مفتخره براسي والحمد لله. خديت الباك ديالي بمونسيون بيان وجا الوقت فين نبدا لي زيتود سوبيريور ديالي. وفي هذه اللحظه ومن هذه المرحله كلشي غيتقلب في حياتي. بعد ما كنت داك الانسانه اللي كلشي كان كيفتخر بيا، كلشي كان كيشجعني وكيقول لي ما كرهناش وليداتنا حتى هما يكونوا بحالك، رجعت واحد الانسانه اللي ما عندها حتى شي طموح واي حاجه كديرها ما عجبهاش، فقط كديرها باش دير الخاطر لوالديها وباش هكا تسمى كدير شي حاجه. هادشي كيتعلق بقرايتي. فمن بعد ما خديت الباك سبحان الله العظيم هادوك المدارس اللي كنت عواله ندفع ليهم بريباريت ليهم على قبل الكونكور وما سخرش الله وما كتبليش وقلت الحمد لله. حتى المدرسه اللي كنت ناويه عليها ويعني وخدمت عليها بزاف باش نمشي ليها وقع الفرق ما بين لا موين اللي عندي والسي ديال 0.01 اللي كانت فرق باش نقدر ندوز الكونكور وما كتبليش ندوز الكونكور. كانت صراحه صدمه صاعقه بالنسبه ليا، تفقست وبكيت وما عجبنيش الحال. ولكن في التالي قررت انني ندير اي حاجه داك العام غير باش نتسنى العام الاخر اللي غيجي ونعاود ندوز الكونكور، بحكم كما كتعرفوا ان الباك ديالنا كيعطينا فرصه عامين بين اننا ندوزو لي كونكور ديال المدارس العليا. قريت في واحد الكليه، من بعد ما كملت داك الكليه رجعت وبديت عاوتاني كنبريباري على لي كونكور وعاود دوزت لي كونكور ديال دوك المدارس وما سخرش الله مره ثانيه. وللاسف كنلقى راسي دخلت لواحد المدرسه اللي ما باغياهاش فقط باش نتسمى كندير شي حاجه، لدرجه انني نهار اللي بديت كنابليكي على داك المدرسه والشعب ديالها بديت كنختار اي حاجه فيها سميتها لانجينيوري فقط باش انني نريح الضمير ديالي ونخلي والديا يكونوا مرتاحين انني كنقرا شي حاجه متعلقه بالهندسه. لدرجه انهم نهار اللي غيجاوبوني وغيقولوا لي تقبلتي في واحد الشعبه، ديك الشعبه ما عرفتش شنو هي ولا شنو كيقراو فيها ولا اصلا شنو اهداف منها وفين غتديني. فقط مشيت حاولت كافحت ولكن ما عطيتش داكشي اللي كنت كنعطيه قبل ملي كنت كنقرا داكشي اللي كيعجبني بحال مثلا الباك. وسبحان الله ربي غيكتب في هذيك المرحله هذيك اللي كنت تالفه وما عرفاش اي اتجاه غناخذ في حياتي ان يجي واحد ولد الناس اللي غيخطبني. والحمد لله انا اصلا كنت منفتحه للزواج وكنت كنقلب على شي شخص اللي نكمل مع حياتي واللي نحقق الطموحات ديالنا بجوج بينا مع بعضياتنا. وسبحان الله ما زال الصعوبات والعكوسات باقيين واقعين في حياتي، لدرجه اننا ما قديناش ناخذوا رونديفو بحكم انه من فرنسا هو وعنده جنسيه فرنسيه، ما عندوش الوراق ديال المغرب وهو مغربي يعني في الاصل، ولكن لانه خلاق وكبر في فرنسا فكان خصنا ضروري نمشيو ناخذوا رونديفو في القنصليه باش ندوزو داك اللقاء معاهم ومراها باش عاد نقدر نتزوجوا. وهذاك الرونديفو كان من 7 المستحيلات فاضطرينا اننا نتسنى نلقاو شي حل باش الزوج ديالي يدير لا كارت ناسيونال مغربيه ونتزوجوا عقد زواج عند العدول بالطريقه العاديه. الا انه باش يدير داك لا كارت ناسيونال كانت ناقصنا واحد الورقه وديك الورقه كانت هي من 7 المستحيلات حتى ناخذوها. اللي غيوقع كنت شفت ان كلشي مسدود في وجهي، البيبان كاملين مسدودين، لا قرايه حتى الزوج اللي لقيت الحمد لله انسان طيب ما بغاش تكتب الامور ما بغاش تصدق ما بغات حاجه تقاد وتيسر. وبالتالي بديت كنحاول نبحث شنو المشكل في الموضوع. هادشي كله عنده اسباب، ما يمكنش يكون هادشي بلا اسباب. الحمد لله كنت كنحاول نصلي في الوقت وكنت كنحاول نجاهد نفسي انني نكون نقرا قران وداكشي، ولكن ضروري كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. فهنا بديت كنحاول نبحث في الموضوع ونعرف شنو هما الاسباب اللي غادي يديوني نكتشف السر او السحر الحلال اللي ربي رزقو لي في حياتي. اكيد ما كاينش شي واحد فينا ملي كتضيق به الدنيا
كيسدو البيبان في وجهه، ما كيمشيش ويقلب ويبحث على قصص الناس ياخذ منهم عبره ويحاول ياخذ شويه الامل انهم تما صبروا ووصلوا وحققوا المبتغى ديالهم. ولكن الهدف من اننا نتفرجوا في داك القصص كيف ما دابا نتوما كتفرجوا في القصه ديالي اننا نعرفوا شنو السر اللي خلاهم يحققوا المبتغى ديالهم ويخرجوا من داك الدوامه ديال العكوسات والصعوبات وحتى حاجه ما كتيسر. فداك الشيء اللي درت كنت كندخل اليوتيوب كنحاول نفهم الناس اش كيديروا، كيفاش كيحلوا مشاكلهم، كيفاش كيتخلصوا من هاد اللعنه ديال الصعوبات والبيبان كلهم اللي مسدودين في الوجه. وكانوا كلهم كيعاودوا قصص مختلفه، كل واحد وقصه ديالو، كل واحد كيفاش بدات قصته كيفاش سالات، ولكن كان كيجمعهم سر واحد اللي هو حلهم ابواب في حياتهم ورجعها الجنه وحققوا احلامهم ولاو كيعيشوا على ارض الواقع. السر هو سوره البقره. ما تصوروش لاي درجه انا قلبت وحاولت نفهم ومشيت بعيد وشحال حاجه، ولكن الحل كان غير بين يدينا في كتاب الله عز وجل. سوره البقره ومن لا يعرفها غنيه عن التعريف. هاد السوره هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخذها بركه وتركوها حسره ولا يستطيعها البطله. تركوها حسره علينا اننا نخليو هاد السوره هذه، اخذها بركه. عرفتوا ما يمكنش البركات اللي كتحط، وهذا الشيء كله غادي نبين لكم بالتفاصيل في هذا الفيديو. غنعطيكم ادله اللي غتخلي ايمانكم يقوى وتنوضوا حتى نتوما وتكون عندكم عزيمه قويه فين تحققوا المراد ديالكم ان شاء الله. فاول حاجه بديت من طبيعه الحال ما زدتش فكرت جوج مرات نط وبديت كنقرا في سوره البقره. كيقولوا قراوها يوميا، انا حاولت في الاول انني نديرها نهاريه نهار لا، ولكن جات واحد المرحله اللي شديتها كل نهار، وهنا فين غتوقع الصدمه وشنو غنكتشف. سبحان الله العظيم كنت فيما كنجلس نقراها كيبداو يجوني تجشؤات، كتبدا تجيني واحد الحاله يعني ما كيمكنش. انا كنكون جالسه كنهضر مع العائله، كناكل، كنضحك، كنتمشى، اي حاجه ما كنكونش كنجشع حاجه كنت تقرا بالدارجه ديالنا. ولكن غير كنقرا سوره البقره كنشدها ونبدا نقراها كيبداو يجيني تجشؤات اللي ما كيحبسوش. وهنا لاحظت هذا الشيء وقلت لا هذا الشيء ماشي طبيعي، ما يمكنش. فهذا الشيء زاد شجعني انني نكمل ونواصل في هذه الرحله هذه. من طبيعه الحال الاعراض كيزيدوا لدرجه انني وصلت ولو عندي كوابيس، وحتى هذا الشيء اثر فيا نفسيا. ولكن الحاجه الزوينه سبحان الله العظيم والمعجزه اللي غتبان ان الزوج ديالي غيخرج واحد القانون في فرنسا اللي غيكون لصالحنا. قانون فرنسا خرجاته واللي هو صالحنا، في حين كان كل شيء واقف وما عندناش الحل من غير اننا نصبروا هذاك الغونديفو الى جا ديال القنصليه الفرنسيه، ولا ما جاش حنا جالسين. وراكم عارفين خصوصا في المدينه ديالي انا فاس كان من المستحيل تلقى داك الغونديفو واخا طير. ففي نظركم شنو غيوقع؟ فكيف قلت لكم سبحان الله العظيم داك القانون غيخرج. سبحان الله هادشي كيزيدك واحد الايمان، لحقاش كتشوف واو الله سبحانه وتعالى لدرجه انه بغى يسر لي الامور، خلى واحد الدوله تزيد واحد القانون اللي عمره ما كان على قبل بديك الوثيقه باش حنا تكون عندنا وباش يتيسر زواجنا. وهادشي اللي وقع. الزوج ديالي خدا داك الوثيقه الحمد لله وهبط المغرب، درنا لا كارت ناسيونال ومن بعد تزوجنا. وهنا عاوتاني بدا واحد المرحله صعيبه من حياتنا، ولكن من طبيعه الحال ما دام عندنا السلاح القوي الا وقادين ندخلوا لاي معركه. هنا قررنا بما اننا تزوجنا زواج عن طريق العدول في المغرب. انا كي قلت لكم ما كناش باغيين نمشيو لفرنسا وكنا باغيين نستقروا في استراليا، فحاولنا قبل اكثر من مره باش انني نمشي عند الزوج ديالي، وكان كلشي معكس كيف كنت قلت لكم وحتى حاجه ما بغات تقاد، لدرجه اننا قررنا بعد ما تزوجنا وما كانش مستاهل اننا تمشيو حتى لفرنسا، حيت من طبيعه الحال بما اننا تزوجنا عن طريق العدول في المغرب فالموضوع غياخذ مده طويله. واصلا انا والزوج ديالي بما ان داك الوراق كانوا معكسين ما بين الخطوبه والزواج جلسنا كنصبروا عليهم مده طويله حتى تم الزواج ديالنا الحمد لله. وبما ان هذا الشيء هذا خدنا الوقت ما بقاش عندنا الجهد اللي نصبروا اننا نجمعوا تحت سقف واحد. قررنا نمشيو لواحد البلاد ما غنقولش سميتها، كيهمناش الديتاي شنو هي داك الورقه اللي تعكست لراجلك، شنو سميت البلاد اللي مشيتي ليها، اكثر ما كيهمنا العبره من هذه القصه. بلا ما ندخلوا في لي ديتاي خلينا غير في الجوهر ديال هذه القصه اللي نعاود لكم. مشينا لذاك البلاد وقلنا غادي نبداو فيها حياتنا، نحاولوا نستقروا فيها بما ان استراليا ما صدقتش لينا، كلشي تعكس لينا وحتى حاجه ما بغات تقاد. فنمشيو لذاك البلاد ونحاولوا نجربوا الحظ ديالنا، توكلوا على الله ونستقروا تما. في داك البلاد قلت لنا ما كتعرفوا والو، النصب والاحتيال اللي تعرضنا ليه، صعوبات، ما لقيناش خدمه، ما لقينا حتى شي حاجه، كنخسروا الفلوس وما كندخلوا والو، لدرجه وصلنا بعد واحد المده ديال الشهور اننا نقرروا نرجع المغرب وهو يطلع لفرنسا، ونبداو لا بروسيدور ديال انني نمشي عنده لفرنسا بالطريقه التقليديه اللي قلت لكم كتاخذ وقت طويل. وسبحان الله العظيم اتصلت بالاهل ديالي باش نقول لهم انا جايه، وحاولوا يدعموني ويصبروني على هذا الشيء اللي وقع. وفي نفس النهار كنا عوالين ناخذوا لي بي دافيون، ومن بعد ساعات قليله فقط غطح علينا الفكره اللي غتبدل حياتنا، والحمد لله اللي وصلتنا لهذه الارض السعيده استراليا. الزوج ديالي كيكتشف بانه كاينه واحد الطريقه لاننا نقدروا نمشيو بها لاستراليا انا وياه وتكون سهله. وتقولوا لي علاش ما درتوش هذه الطريقه هذه من قبل؟ ما كانش على بالنا وما طاحتناش في البال بمره. يعني سبحان الله بعض المرات كتجيك ضبابه على عينيك وكتكلخ غير بسبب العكوسات اللي كتكون عايش فيهم. فكما شرحت لكم سوره البقره كيفاش بدلت الموضوع ديال ديك الورقه اللي كنا محتاجين ليها وتم الزواج. ما ملي قلت لكم على الاعراض اللي عشتهم وانا كنقرا سوره البقره، لابد انكم توقعتوا او حاولتوا تفكروا ان
الاسباب تقدر تكون عين او حسد او اي حاجه، ولكن انا صراحه ما كنتش تعمقت في هذا الشيء. بطبيعه الحال ما كنقول لكمش ما كنامنش بالعين، واي واحد كيقول ما كيامنش بالعين فانه كيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. من طبيعه الحال كنامنوا بالعين، وانا اصلا كنت شاكه في داك الشيء، لذلك مشيت كنبحث على الحل حتى لقيته في كتاب الله عز وجل، وهذا الشيء اللي عاوني حتى تيسرت الامور. وسبحان الله العظيم راني كنت باقا كنقرا سوره البقره واخا سافرت لهذا البلاد وكان كلشي باقي معكس، ولكن كان يقيني بالله كبير الحمد لله. فلذلك كيف قلت لكم سبحان الله بعض المرات راه العين او الحسد يقدروا يسبوا لكم طلاسم في دماغكم، ما تبقاوش تفهموا توليو مكلخين، ما تبقاش تبان لكم الفرص، ما تبقاش تبان لكم الحلول لحياتكم من غير الافكار السلبيه والصعوبات. وكل ما داك الافكار السلبيه غرقتي فيهم حياتك كتزيد تغرق وكتزيد تصعب. فالحمد لله لقينا داك الحل وبدينا في الاجراءات، ولكن الاجراءات ما كانوش سهلين. وبالمناسبه الناس اللي غتسولني كيفاش الطريقه اللي درتها انا وراجلي راني ديجا شرحتها في فيديوهات اخرين على طرق الهجره، غتلقاو البلاي ليست عندي على القناه ديالي، دخلوا ليه في 5 ديال الفيديوهات شرحت طرق كثيره ومنهم الطريقه هذه. بدينا الاجراءات وما عندنا حتى 1% ديال ضمانه ان هذا الشيء يصدق، ولكن توكلنا على الله وكان اليقين ديالنا بالله كبير، وما كانش عندنا حتى ذره شك ان كلشي ان شاء الله غيدوز بخير. من طبيعه الحال حنا في الدقيقه 90، والدقيقه 90 كتعني ما بقاوناش بزاف الفلوس، واصلا كنتقاتلوا مع الوقت ومن غير المصاريف اللي كتتطلبهم الاجراءات. فالحمد لله ربي يسرنا امورنا بطبيعه الحال بالدعم من العائله ديالنا وداز كلشي بخير. وحنا في طور الاجراءات ما كنتش وقفت قراءه سوره البقره، ولكن بالعكس زدت حاجه اخرى اللي هو السر الثاني، واللي من طبيعه الحال غني عن التعريف وكلشي كيعرفوا، ولكن قليل اللي كيطبقوا، اللي هو قيام الليل وخصوصا ثلث الاخر من الليل. سبحان الله وحنا في داك البلاد بحكم ما عندناش خدمه فكان الامر ميسر لينا اننا كنا كنعسوا معطلين وكنفيقوا معطلين، وبالتالي كنعسوا حتى كنصليو الفجر وكنفيقوا مع الظهر. فسبحان الله كان ميسر لينا قيام الليل. ولكن السر ماشي هو فقط مجرد ركعات وسجود ودعاء يمر كمرور الكرام، لا، السر انه في اليقين. عرفتوا راه ما كاينش شي حاجه غنجرب ما تقولوهاش وما تفكروش فيها، ما كاينش شي حاجه غنجرب هذه القضيه، غنجرب سوره البقره، غنجرب قيام الليل، هادشي ما صالحش. سوره البقره او قيام الليل حاولوا ديروهم بنيه ان الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويرفع درجاتكم وييسر لكم اموركم، كافي. ما تحاولوش تفكروا في ديك الحاجه بالضبط، نتوما دعيو لديك الحاجه، طلبوا الله انه ييسرها لكم، ولكن خليو يقينكم بالله انه كيعرف افضل لكم وغيحقق لكم احسن حاجه صالحه لكم. مثلا انت او انت تمشيو تطلبوا الاب او الام ديالكم سولوا ما على 100 درهم، يجي الاب او الام ديالكم بحكم انهم كرماء كيحبوا العطاء رحماء بكم غيعطوكم 1000 درهم، غتعرفوا لاي درجه انكم طلبتوها صغيره. نفس الشيء مع الله سبحانه وتعالى، اليقين ثم اليقين ثم اليقين. يعني وانتم كتدعيو بعد ما تصليو ما تيسر من داك الركعات في قيام الليل وانتم كتدعيو خلي يقينكم بالله قوي، استشعروا انه كيسمع لكم، انه كيحس بكم، انه عارف شنو في حالكم، وانه غيستجيب لكم وغيستجيب لكم احسن من داكشي اللي كتوقع. وسبحان الله كرم الله كبير من طبيعه الحال داكشي اللي وقع. كنت كنصلي وندعي الله كنقول يا رب اي بلاد فوق هذه الكره الارضيه، ارضك ورزقك، واي خلق فوق منها خلقك وبيدك تحكم فيهم وتيسرهم لصالحنا، بيدك نواصيهم. الناصيه هي هذه اللي اصلا هي بحال اللي نقولوا التليكوموند ديالنا، الله سبحانه وتعالى قادر يتحكم فيهم. كنقول له يا ربي بيدك نواصيهم. وسبحان الله دوزت هكا واحد 3 شهور، كانت 3 شهور ديال البروسيدور ديال الفيزا، دوزتها هكا ما بين سوره البقره وقيام الليل، ما بين سوره البقره وقيام الليل، والدعاء بيقين. والله ما احلاها من الدعاء بيقين، ما كاينش محسن منه. كتحس براسك كتهضر وتايق في راسك ديك الحاجه تسمع ليها. خصكم تعرفوا ان الله سبحانه وتعالى ما كيعياش من الهضره ديالكم. شوفوا العجب اي كنهضروا مع شي شخص وكنرتاحوا، وعاد داك الشخص اللي هضرتي معاه المره الاولى غيسمع لك، المره الثانيه غيتحس بالضيق، المره الثالثه غيعيا منك. وشوفوا واش يكون اهل الثقه يقدر يهز اسرارك وداكشي اللي عاودتي له يمشي يعاودو شي حد اخر. مع الله سبحانه وتعالى ما كاينش هادشي. الله سبحانه وتعالى كيغضب وكيتقلق الا بعدتي، الا ما دعيتيش، الا ما صليتيش. هو بغاك تجي عنده، بغاك ترجع عنده وترجعي عنده وتدعيوه وتهضروا معاه وتعاودوا له داكشي اللي في قلبكم. واكثر حاجه زوينه في هادشي مأكدين من ان هضرتكم ما غاديش تمشي لجهه اخرى، اللي قلتوها مخبيه عند الله سبحانه وتعالى وما عندها فين تمشي. شمن راحه هذه، شمن راحه وشمن سكينه واطمئنان. لذلك حاولوا تجربوا انكم تدعوا الله. ما كيهمش انكم تدعوا باللغه العربيه الفصحى، هادشي خويو من براسكم. من ادب الدعاء انكم تحاولوا تعلموا ادعيه، هادشي زوين، ولكن اذا ما قديتوش ما كاينش المشكل. حاولوا تكونوا فقط انتوما نفسكم وهضروا براحتكم، على حقاش هذا هو الهدف انكم توصلوا لذاك اللحظه ديال النشوه وديال الراحه، انكم اتصلتوا بالله سبحانه وتعالى، ديك لا كونيكسيون جات. سبحان الله العظيم غنفيق واحد الصباح على بوكيت فلور مع واحد لابواط ديال الشوكولا وواحد الملف مسدود اللي جابو الزوج ديالي. ملي كنحل داك الملف كنقرا فيزا مقبوله، والحمد لله خرجت لنا الفيزا ونقدروا نمشيو فوقاش ما بغينا لاستراليا. ها العظمه ديال الدعاء، ها العظمه ديال قيام الليل، ها العظمه ديال سوره البقره. شوفوا
هادو من بين الاحداث اللي وقعوا لي في حياتي اللي هما باينين وكبار، شي حاجه كنقولوا عليها واو. ولكن راه كاينين الاحداث الصغيره اللي كتحس براسك عندك واحد الجند معاك غاديين معاك، بحال اللي كتحس براسك ملائكه واقفين معاك. مثلا كنتي غطيح ولا طوموبيل كنتي غتقسى مع شي طوموبيل، ولا كنتي غتضرب راسك، ولا المهم شي حاجه متعلقه بالاديه ديالك، ولا مثلا غتيسر لك الامور في شي مكتب وكلشي غيدوز مزيان، طيح في ناس مزيانين يهضروا معاك ناس بطريقه زوينه، رزقك ربي القبول في اي حاجه كتحط فيها يديك، كتحس بان هادشي بحال شي سحر. اغلبيه الناس اللي كيسمعوا القبول خصوصا عندنا في المغرب وحنا عارفين هادشي كيبداو يمشيو بعيد، يمشيو لشي حوايج اللي فيهم الشركيات كاع، يلبسوا خواتم، يلبسوا سناسل، كلشي كله كيأذيكم من الدرجه الاولى. ما كتوصلوا حتى شي حاجه، كتبقاو غير عايشين دوامه ديال المصائب والكوارث والمشاكل. هو السر غير بين يديكم حاطينه في واحد الركنه كطيح عليه الغبره اللي هو القران الكريم وهاد الصوره العظيمه بالخصوص. فخرجت لنا الفيزا، بدينا كنوجدوا في حويجاتنا، قدينا امورنا وتوكلنا على الله لاستراليا، والحمد لله وصلنا على خير، كلشي داز بخير. طبعا الحال كانوا بعض الصعوبات في التوجد وداك الشيء، ولكن اكيد كلشي غيدوز بخير ما دمنا شادين في حبل الله سبحانه وتعالى. وصلنا لاستراليا، وانا من صغري وهادشي عارفين العائله ديالي سواء كبيره او صغيره انني كنت مصابه بالروماتيزم اللي هو كان عندي في المفاصل، وكنت من صغري كنعقل من صغري وانا في التحاليل، وانا بنت 5 سنين وانا في التحاليل وسبق وجري السبيطارات، وبعد مرات كنت كنطيح لهم مريضه بزاف بالحلاقم. فكنت ديما كنضرب الابره كل 15 يوم. هادشي ملي كنت صغيره كيقول حتى كبرت جات واحد المرحله في العمر ديالي في الوقيته ديال نقولوا 16 17 عام حبستها حيت كنت عييت صافي، ما بقيتش كنحمل نسمع شي حاجه سميتها الابره، جردي كله دكدك بالابره وداك الشيء، فحبستها. بطبيعه الحال حبستها لراسي، ما مشيتش قلبت وشفت واش صحتي بخير ولا خير باش نحبسها، وحتى كتجي واحد المرحله ما كنحسش براسي بخير. ماما داتني دوزت لي التحاليل ديال كلشي، يعني فيتامين دي، الغده الدرقيه، دوك الاعراض كلهم اللي يقدروا يكونوا السبب ديال داك الشيء درناهم، ومنهم تحليل هذا الروماتيزم. من طبيعه الحال لقاو عندي فيتامين دي ناقص، ولقاو عندي المشكل ديال الروماتيزم، يعني تحاليل خرجوا ماشي هما هادوك، كان خصني نرجع نضرب الابره. هادشي وقع قبل ما نبدا سوره البقره بشي 6 شهور، فيعني كان خصني نرجع نضرب داك الابره. رجعت كنضربها عاوتاني، والعذاب والمرض من غير الحريق اللي كتخليه فيا من بعد يومين 3 ايام وانا ما كنقدش نعس على داك الجنب اللي ضربتها فيه. فالحمد لله على كل حال. من طبيعه الحال ملي مشيت لداك البلاد كنت كنحاول نلقى الفرصه المناسبه باش نمشي عاوتاني ندوز باش نعرف الدواء اللي غيكون صالح لي تما، اللي هو مماثل لداك الشيء اللي كان عندي في المغرب، باش نقدر نتبع الدواء ديالي عاوتاني وما نوقفش وما نطيحش في نفس المشاكل اللي طحت فيهم قبل. ولكن للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهيه السفن، فما قدرتش نمشي ندير داك التحاليل في هذاك البلاد، وبقيت هكاك حتى تب الله وسافرنا لاستراليا. وقلت صافي جا الوقت اللي خصني ندير فيه التحاليل باش نعرف الدواء ديالي باش تكون الامور ديالي مزيانه. مشيت درت التحاليل، ما مشيتش درتهم عند شي عياده عاديه، مشيت اكبر سبيطار عندهم هنايا اللي هو معروف وفيه الناس اللي هما مختصين وعندهم كفاءه. فدرت التحاليل في كل شيء صراحه، بغيت نتاكد من داكشي الاخر واش هو هذاك ديك المشاكل اللي كنت لقيت عندي قبل، بحال فيتامين دي، الغده الدرقيه، حيت كانت كتجيني واحد الصخفه اللي كتخليني نحس براسي دايخه ما في شكل. وانا اكتشف من بعد شنو كان السبب ديال ديك الصخفه. اول حاجه التحاليل كلهم خرجوا مزيانين. الطبيبه قالت لي ما كنظنش كان فيك الروماتيزم، ما بقاش فيا الروماتيزم. قلت لي الحمد لله ما فيك حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد، حمدت الله وشكرته. اخيرا بريت من هذا المرض اللي كلشي كيعرفوا انه كيبقى فيك حياتك كلها وما كتبراش منه، كتبقى كتعاني به للابد. وسبحان الله العظيم لاحظت في راسي انا من النوع اللي اصلا الناس اللي من المحيط ديالي كيعرفوني كنت كنمرض بزاف بالامراض المناعيه بحال الرواح والحلاقم، كنت ديما طايحه بهم مره في الشهر على الاقل، والرواح ديالي كان كيخلع. ملي كنت كنمرض بالرواح حتى حد ما كيبغي يقرب ليا، كنخلع عيني منفوخين، وجهي منفوخ، عيني حمر، نيفي كيسيل، لدرجه مشيت للمدرسه كيقول لي رجعي للدار. فسبحان الله من نهار بديت سوره البقره الحمد لله الله يدومها نعمه ويحفظها من الزوال، عمر داكشي ما رجع ليا وانا بخير الحمد لله دابا. واعظم حاجه وقعت لي هي هذا الشفاء اللي ربي نزلوا عليا ورفع عليا هذا البلاء الحمد لله. فالفضل اول حاجه كيرجع الله سبحانه وتعالى، وسوره البقره فقط مجرد سبب ان الله سبحانه وتعالى رزقوا لنا رحمه منه باش اننا نتخذوها حصن حصين تعاون على امور الدنيا وامور الدين ديالنا وتيسر حياتنا. اكيد ومن طبيعه الحال من غير ان سوره البقره وقيام الليل لهم فضل عظيم في هادشي اللي وقع، ما كنقول لكمش اننا هادشي نختزلوه ونحيدو التباقي. من طبيعه الحال قراءه القران وكتاب الله العظيم مزيان من الاول حتى الاخر ديالو، ولكن هاد السوره بالخصوص عندها فضل كبير، خصوصا وان فيها ايه الكرسي وايه العظيمه في القران، فما محتاجاش شرح الكثير. ولا بغيتوا تعرفوا اكثر على هاد السوره دخلوا قلبوا عليها وتسمعوا العجب. كذلك قيام الليل خصوصا في الثلث الاخير من الليل، الله سبحانه وتعالى كينزل نزول يليق بجلال
حالته فيسأل هل من مستغفر فأستغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. يعني أي حاجة طلبتيها عند الله مستجاب. راه كاينين بزاف ديال لحظات استجابه عند الله سبحانه وتعالى، مثلا بين الاذان والاقامه، ساعه استجابه قبل اذان المغرب ديال يوم الجمعه الى غير ذلك. لذلك ما تفوتوش عليكم هاد اللحظات اللي هي كنز عند الله سبحانه وتعالى عطاه لنا، وحنا كنهملوه بيدينا ونجلسوا نبكيو من بعد. شنو الهدف انني شاركت معكم هذا الشيء كله؟ انكم تنتوما تنوضوا وتشجعوا راسكم وتبدلوا من راسكم، وخصوصا تشدوا بهذا الحبل المتين وهذا السلاح القوي باش تقاتلوا مع هذه الحياه. من طبيعه الحال فيها صعوبات، فيها منحدرات وفيها عقبات، والحمد لله على كل حال. شنو ما بغانا الله مرحبا به، ولكن حاجه اللي حنا متاكدين منها اي حاجه بغاها لنا الله راه فيها الخير. وحاجه ثانيه شاركت معكم هذه القصه باش نذكر نفسي، لاننا عيبنا واحد كنتلفوا وكنمشيو مع الدنيا وكنتفتنوا وكنساو شي حوايج وقعوا في حياتنا وما كنبقاوش رادين البال. وهذا الشيء اللي وقع معايا مؤخرا بحكم الظروف والخدمه وشحال من حاجه. بس نقرا سوره البقره فجلست كنفكر علاش حبست هذا الشيء وعلاش حياتي تبدلت وعلاش انني حتى خديت داكشي اللي بغيت وحبست داكشي اللي كان هو الفضل ديالو من بعد الله سبحانه وتعالى عليا. فقلت لا، قلت هادشي خاصو عوده محموده، وقلت غنبداها بانني نشارك هاد السر هذا مع الناس ديالي وحتى هما يعرفوا ويستافدوا، وشاركوا هاد لا فيديو مع الناس اللي تبغيو لهم الخير وتبغي لهم حتى هما يتفتحوا في وجوههم بيبان كثيره وارزاق غير محدوده، وان شاء الله تفرحوا بسعادتهم ورزقكم ربي كاملين السعاده وداكشي اللي كتمناو في حياتكم ويحقق مرادكم يا رب. ما تنساوش تخليو اشتراك وتخليو كومونتير زوين، ارائكم على الفيديو وافكاركم على الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي لايك وتدخلوا عندي الانستغرام نهضروا، وكاين باقي بزاف الفيديوهات جايين زوينين. تهلاو فراسكم، سلامه.